أثارت تغريدة نشرها المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس العبرية مائير مصري على منصة إكس عاصفة من ردود الأفعال السياسية والإعلامية، بعد أن ألمح فيها بشكل صريح إلى أن المرحلة التالية لإسرائيل بعد إيران ستكون الجزائر، في إشارة إلى تصعيد محتمل ضد النظام الجزائري بدعوى دعمه للإرهاب. تأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وخصوصاً بعد الهجوم الإسرائيلي المكثف الأخير على منشآت إيرانية، والذي أدانته الجزائر بشدة عبر بيان رسمي صادر عن وزارة خارجيتها، واصفة ما حدث بأنه عدوان غير مبرر على سيادة دولة عضو في الأمم المتحدة. وفي تحليله اتهم مائير مصري الجزائر بممارسة نفس السياسات الإيرانية من خلال دعم وكلاء محليين وإقليميين لتنفيذ أجندات معادية للاستقرار حسب تعبيره، وأضاف أن إيران تستعمل حماس وحزب الله والحوثيين، بينما توظف الجزائر جبهة البوليزاريو وتنظيمات متطرفة تنشط في منطقة الساحل. وتابع قائلاً: اليوم إيران وغداً الجزائر. إسرائيل تخوض حرباً ضد الإرهاب أياً كان مصدره، معتبراً أن التشابه بين النظامين الجزائري والإيراني لا يتوقف عند دعم الميليشيات، بل يشمل أيضاً العداء المتأصل للسامية وتغذية الشعور بالخوف الداخلي لضمان استمرارية الحكم. تغريدة الأكاديمي الإسرائيلي تسببت في حالة من القلق داخل الأوساط الرسمية الجزائرية بحسب مصادر دبلوماسية، خصوصاً في ظل ما وصفته وسائل إعلام محلية بالربط المباشر والخطير بين الجزائر وإيران من طرف شخصية أكاديمية مقربة من دوائر القرار الإسرائيلي. في خلفية هذا الجدال، يرى مراقبون أن الجزائر باتت تفقد تدريجياً أهم حلفائها الدوليين، حيث واجهت فتوراً في علاقاتها مع روسيا بعد رفض انضمامها إلى مجموعة بريكس، بينما تفضل الصين انخراط الاستثمار في المغرب نظراً لاستقراره وموقعه الاستراتيجي. كما لم تعد سوريا بقيادة بشار الأسد ولا حزب الله قادرين على تقديم دعم فعلي للنظام الجزائري. أما تونس التي تعتبر أقرب حليف حالياً فتعاني بدورها من عزلة دولية وضغوط اقتصادية خانقة تحد من قدرتها على لعب أي دور فعلي لحماية الجزائر من موجات التوتر الإقليمي. يبدو أن ما بدأ بتغريدة قد يتحول إلى بداية مرحلة جديدة من التصعيد الكلامي وربما السياسي بين الجزائر وإسرائيل في ظل تحولات دولية متسارعة. ويبقى السؤال المطروح: هل ستكتفي الجزائر بالرد الدبلوماسي؟ أم أن هذه الاتهامات ستدفعها إلى مراجعة تحالفاتها الإقليمية وخياراتها الاستراتيجية في المستقبل القريب؟